السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا، السمان رايح على النور ورايح على الدوشة بتاعة الفراخ. السمان ده يروش اي حد. بصوا، يعني انا مثلا لو جبت عصاية كده، بصوا كله هيجي ايه اهو. دي على العصاية اللي هو ايه في ايه، هنجري ورا اي حاجة يا جماعة، الجلنا هنجري وراها. بصوا، يعني لو جيت كده اهو كله هيجري على العصاية. طب تعالي هنا، يلا كله يجي هنا. شوفوا، بصوا اهو، ارجع تاني اهو، نفس الكلام. اي حاجه بتلفت نظرهم بيروحوا جارين عليها. عيالي بقى شغالين لعبه، بصوا ينزلوا لهم الخمار هيجننوهم. بس حبيبي خلاص، غير كده ما شغلتهمش بالطريقه دي. بصوا بقى، انا اسمه نصهم يناموا لكم بالشكل ده، يناموا بقى على بعض كده، هيجننوني بقى. دول بيبصوا على دول ودول بيبصوا على الفراخ اهو. شوفوا جايين برضو ورا اي صوره اهو، هيشغلهم اهو. بصوا هينتشروا ويبقوا زي الفل. خلاص يا معاذ، امبارح انا كنت قلقانه قوي. هما كان كميه كبيره. الدوره اللي فاتت اخر مره ربيت فيها سمان. بس حبيبي بصوا اول ما هيشال الخمار، بص هيرجعوا تاني على الاضاءه والصوت بتاع الفراخ. خلاص امسك دي كده. الدوره الاخيره اللي حصل، كنا في الشتاء، والصراحه كان الكتكوت اصغر من كده شويتين، يعني مش عارفه، ما شاء الله الكتكوت ده حلو. امال اللي فات اللي كانوا جايبينهولي يعني كان صغير قوي. ف كانوا كلهم قد دول، قد دول بالظبط. انا المره دي مضاعفه الكميه، فكانوا بيناموا على بعض. كنت كل يوم بقى لما اجي، والله كنت حاطه لمض وحاطه حاجات، بس ولاد الذين دول بيحبوا كده ايه، يتدفوا في بعض بطريقه غبيه. يعني ممكن تلاقي 5 6 نايمين فوق بعض. فكنت كل يوم اجي الاقي عاملين دوريه كده ونايمين فيها. اجي اشيل الاقي من تحت بقى 7 فطسانين، 5 ميتين. كنت يعني والله العظيم على ما خلصت الدوره كان النص بالنص. النص مات والنص قاعد، بسبب انا مش عارفه اوزع لهم الحراره. وفي حراره، بس انا مش عارفه اوزع الحراره، وهم مش راضيين يبطلوا ان هم يناموا فوق بعض. طبعا على ما كبروا شويه وجسمهم خد حراره الاوضه اتظبطوا. المره دي انا كنت مضاعفه الكميه. انا بحب السمان قوي الصراحه. انا مضاعفه الكميه بعد ما كنت امبارح حطاهم على بعض. البرنيكه اللي في النص دي ما كانتش محطوطه، حطاهم على بعض. فتخيلوا الكميه كلها اللي هي دي كده. ده على فكره دول قد دول اهو، بس دول عشان فيهم ابيض فمش باينين. دول مع دول كانوا نايمين فوق بعض. تصدقوا ده بيجوا من هنا؟ والله بيخشوا من في هنا خرم كده صغنطه، انا لسه متخراه دلوقتي اهو. بيخشوا منه ولا ايه؟ اهو شفتوا في واحد اهو ابن لذين اهو. قفشتك يلا. ليه يا ابني كده؟ ليه يا ابني انت بتعبر الحدود؟ بقول برضو حاسه ان الكميه هنا قلت شويه. المهم قبل ما امشي خفت، فرحت حاطه لهم الفاصل ده اللي هو البرنيكه دي، عشان خاطر ايه، يحميهم شويه ان هم ما يناموش فوق بعض ويحصل لهم يحصل لي انا اي خسائر فيهم يعني. فالحمد لله انا جيت النهارده لقيتهم اهو تمام زي الفل، مفيش حاجه الحمد لله ميته. ربنا يديمها كده كل يوم يا رب. اكلهم عادي جدا زي ما انتم شايفين اهو. هم بس صوتهم مزعج شويه، لو هم دافيانين وقدامهم الاكل والميه مش هيعملوا اي صوت. فانا حاطه هنا اهو الميه، وبنحط لهم نفس التحصين بتاع الفراخ البيضه والاكل، وهنا الميه والاكل. طبعا الاكل ده من امبارح انا ما غيرتوش مش هيخلصوه يعني دلوقتي. انا حاطه كميه كبيره، والميه عشان ما يغرقوش فيها هاتوا اصغر سقايه، ولو في سقايه كبيره شويه زي ما انا عامله كده حطوا فيها زلط. معلش انا اسفه. حطوا فيها زلط بحيث ان السمانه ما تغرقش فيها، يعني لان هما بيحبوا يغوصوا في الميه كده ويخشوا برجليهم وبجسمهم. فبصوا هي واقفه بتشرب اهو، عرفت ان في حاجز. امبارح كانت بتطلع زي دي كده، كانت تطلع تروح واقعه ساقطه غرقانه نصها ميه. فانا مش عايزه يعني ايه اتعرض للموقف ده، هتبرد هتاخد برد هتموت. طب خساره يعني، ايا كان برضو خساره. احنا جايبينهم عشان بس ربنا يجبرنا فيهم ويطلع لنا منهم ايه، اي مكسب حلال خير يعني. فحط الزلط كده واغسلي الزلط قبل ما تحطيه، يعني ما تجيبوش بتراب وتحطيه. اغسلي الزلط قبل ما تحطيه، وكل يوم غيري الميه وزودي العلف كده. وعلى فكره هيبان عليهم على طول، يعني انا جايباهم امبارح هيبان عليهم على طول. هتلاقي الريش خلاص بدأ يظهر، وما شاء الله بيطيروا كده وحلوين ما شاء الله اللهم بارك. بس يا معاذ، فادي السمان حبيت اوريهولكم. بصوا
بنلاقي الحته الصغيره اللي انا حطاها دي واخده ايه، دي ما تجيش نص متر في نص متر، نص متر في نص متر والله العظيم. بصوا تربوا ما شاء الله 10 تجواز 15 جوز يعني يكفوا. يعني لو انت حوضتي حته في المطبخ كده وعلتيها وعملتيه يعني بصي كانك مربيه عصافير كده في البيت، جميله وهيكبر وهيبقى كده اصغر من الحمام سيكه صغيره، ويمكن والله لو سبتيه بيبقى قد الحمام، وفص اللحم بتاعه بتاع صدره اكبر من فص اللحم بتاع الحمام. فجربيه كده وهتدعي لي والله. يلا ادعوا لي بصلاح الحال وان ربنا يتمم الدورات دي على خير، ومعاكم ان شاء الله نكمل دورات جديده واصناف جديده وكل حاجه جديده ان شاء الله هنقدمها مع بعض. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.